ايه. ايوه. شرفاني ومبسوط انك معايا النهارده والله. ربنا يخليك. عايز قبل ما ندخل في الحلقه قوي، عايز اعرف حالتك النفسيه الفتره دي اديها كام من 10؟ 9. 9. عشان كانت 0. ايه اللي يوصلها من 9 وايه اللي يوصلها 0؟ عارف احساس ان انت كنت في سابع سما فاتهبطت على الارض. قمت انا بقى نفضت هدومي وكملت. فكانت 0، كانت 0 بلا رجعة. فاهم؟ فما كنتش عايزة ادخل نفسي في نفس الدروب تاني، ان انا يعني اي حاجة كنت بتعرض لها ابسطها كنت بيجيلي شلل. يعني ده ابسط حاجة حصلت، ابسط حاجة. فما كنتش عايزة ارجع تاني، فقمت نفضت هدومي وكملت من الهبدة. طب ايه اللي بيوصل يعني يخليك توصلي ل9 من 10؟ يعني إيه الفتره دي مخليك تقولي انا 9 من 10، نفسيتي الفتره دي 9 من 10؟ عشان انا حاولت، تعبت، اتعرضت لحاجات مش احسن حاجة، فخلتني اكمل بقى. يعني ما بصش ورايا، مش عايزة ابص ورايا. لو بصيت ورايا هقع بجد. فكانت كل حاجة بتحصل بترجعني نقطة الصفر تاني، للصفر، مش الواحد من 10، للصفر. فكنت بحاول بقى ان انا اسحل نفسي في اي حاجة، صحابي، خروجي، شغلي ده هو اكتر حاجة خلتني ابقى كويسة، يعني الى حد ما، فاهم؟ لحد ما اوصل مش 10 من 10 ل100. مش عايزة ابقى 10، عايزة ابقى 100. عشان نفسي انا ما ينفعش اقع. فاهم؟ طب دي شخصيتك اللي قدامي بتقول كده، طب لو قلبك نفسه بيتكلم ممكن يقول كام؟ 5 5. دلوقتي. 5. ايه الفرق بينهم؟ في فرق رهيب. ان 5 كنت بتعمل بقلبك، انا دلوقتي ماشيه بده. ده دشملني، خلاني متدشمله، مش نافعه. م-م. ما اتمناش ابقى النسخه دي تاني بسببه. في كتاب بحب اقراه قوي، اسمه بيتكلم في النقطه دي، يعني اسمه العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. بيقول لك ان السعاده او السايكولوجيك ستيت اللي هي الحاله النفسيه مش حاجه جاهزه احنا بنجيبها من بره، يعني هي قرار داخلي بيبدا من نظرتك للحياه. انت فاهمه يعني؟ الظروف او الحاله النفسيه بتاعتك مش حسب الظروف اللي حواليك، على قد ما هي نظرتك للحياه مختلفه. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا كان في ريليشن مثلا، واحد او بنت او ولد ما كملوش مع بعض، فتلاقي واحد قافل على نفسه وقاعد بيشرب سجاير كتير وهي انا هنتحر ومش عارف ايه. عكسهم واحد تاني بص للحياه بنظره تانية، ان لا، في فرصه، في حاجه احسن، وتلاقي فعلا ربنا عوضه بالاحسن. انت فاهمه؟ فالنقطه دي بتكون مهمه قوي، انك تبصي للحياه بنظره مختلفه. انت ماشي، فاهمه انا قصدي؟ معاك. بقى انا بصيت لها بنظره مختلفه بعد ما اتهبت وقمت، وانا كنت مهبوده. صح. ما في، كانت في واحده ميته هنا، فاهم؟ صح. فقامت بقى، اللي هو قبل ما اقوم كان في بقى حاله نفسيه وحشه جدا. مفيش 1% ان انا اصلا قادره اشتغل. انا مش قادره اشتغل، انا مش قادره اعمل اي حاجه، انا مش متفائله باي حاجه. وانا شخص بيحب الخير اللي قدامه قوي. يعني ممكن استبورت ليك واقف جنبك واقف في ظهرك من غير ما انا اعمل حاجه. انا مش قصدي اعمل، انا مش قصدي ابقى كويسه معاك، انا كده. فاهمني؟ مش طالبه اي حاجه، ما بكونش طالبه من الشخص اللي قدامي غير ان هو بس يقدر ده. فاهم حاجه؟ فانا شخص بستبورت قوي، وشخص ده طموح جدا وبيبص ما ببصش تحت رجلي خالص. كنت فاهم؟ لكن دلوقتي ببص لبعدين، بكره في ايه؟ طب انا بعد اسبوع هعمل ايه؟ طب انا بكره هعمل ايه؟ طب انا كمان شويه هعمل ايه؟ فاهم حاجه؟ فبس يعني لا، لا، الشخص المهبوط ده مش عايزه ارجع له تاني، اللي هو ال5%. فاهم؟ لكن اللي انا عايزه اكمله ان انا اكون احسن، عشان ما ابصش ورايا كان في بشاعه، كان في لا، لا. فكتير بقى، مش عشان نبقى واضحين، مش علاقة بس ولا حياة، بالظبط. أسرة، حاجة كتير. فاهم حاجة؟ بس. تعال نرجع لورا شويه. ماشي. طفولتك كانت عامله ازاي؟ لا، مفيش طفولة. مفيش طفولة، كانت كلها بابا وماما. يعني أب مش موجود، سابني وأنا صغيرة. لا، مفيش طفولة أفتكرها، وسبت الدراسة وأنا صغيرة.
فهو كان السبب انفصال ماما عن بابا برضه. فلا مفيش ورا يعني، ما اقدرش اقول لك كنت بعمل ايه ومش بعمل ايه، لا كنت عاديه جدا. خرجت من ابتدائي على اعدادي وقفت بسبب انفصال ماما وبابا، وما عرفتش اكمل. ما عرفتش، مش لحاجه، اولا ما كنتش اعرف يعني ايه ان انا ابقى بلوجر، ما كنتش اعرف يعني ايه موديل. انا قعدت موديل ميك اب، اشتغلت كل حاجه، اشتغلت كل حاجه تخطر على بالك. ما كنتش اعرف بقى يعني ايه سوشيال ميديا، فيعني ايه اجيب فلوس. يعني يا دوبك كنت بشتغل بركب برفانات، واشتغل بشطب الفتل اللي في الهدوم في مصانع تشطيب. فلا يعني ما كنتش هقدر اواظب دراسة، اصرف على دراسة. الكلام ده كله كنت صغيرة؟ كل ده وانا صغيرة، كل ده وانا مثلا عندي 12 13. ده كان شغلانتي، ما كنتش عارف يعني ايه سوشيال ميديا اصلا، ولا يعني ايه موديل ميك اب. اول بدايتي كانت الموديل ميك اب، قعدت 4 سنين وقعدت تاني بس. فلا مش هقدر اقول لك طفولة، مش هقدر بسبب اللي حصل يعني. طب في اللحظة دي مين أكتر حد كان بيحسسك بالحب يعني وأنت صغيرة كده؟ ماما. مم. اسمع بقى عشان انا ايه، مش عايزة اعيط. بس مم. علاقتك كانت معاه كويسة؟ بابا، مامتك الأول؟ لا لحد دلوقتي مامتي كويسة معايا. مامتي دي جبل بجد، يعني الاسم اللي انا عليه ده بسببها، مم. مش بسبب حد غيرها. بس طب علاقتك بالوالد؟ ما لحقتش اعيش معاه، انفصل وانا صغيرة جدا. كل اللي فاكراه كان بيعامل ماما ازاي بس. في مناديل يا جدعان؟ على مالك واحد. مفيش مناديل. لو هو قاعد مكاني دلوقتي هو اللي بيقول لك، يعني بيقول لك ما يقولش خالص. عشان احنا شفنا حاجات كتير قوي وحشة من بعده، بعد ما كانش موجود. لا شفنا حاجات وحشة. انا يعني عارف الشخص اللي مش واعي، انا مش واعي عليه يعني، انا ما واعيش عليه قوي. بس كل اللي انا اقدر افتكره طريقته مع ماما، ضربه ليها. كنت عيلة صغيرة، فكانت يعني لما باجي احوش طفلة صغيرة، تخيل انت بقى طفلة صغيرة بتحوش على مامتها لأسباب تافهة جدا، عشان هو بيضربها، فبتتشال بتتشال كده من شعرها، بتروح حتة تانية خالص من شعرها. فلا ما لا مش عايزة اقوله حاجة، مش مسامحاه، بس مش مسامحاه عشان حاجات كتير. عشان في اوقات انا اخويا اصغر مني، ففي اوقات كتير بحس اللي هو ابويا فين، ليه عملت كده، ليه بهدلتنا، ليه. لا مؤثر فيكي مخليكي مش بتثقي في الناس بسرعة الموضوع ده ولا؟ لا الموضوع ده مش مخليني اثق في الناس بسرعة. كنت في فترة بآمن قوي، اي حبة حنية هو يلا بينا يلا. اي حنية خلاني يبقى عندي جفاف جوايا، بقيت بصدق الناس بسرعة، مش ما بثقش، بصدق. في اللي كان محدش بيقدر ده، وفي اللي ما كانش همه ده. يعني في ناس عادي، اللي بيمشي من حياتك ايا كان هو مين
بيبقى عايز يتخلص منك، مش بيبقى عايز انتي شفتي وشفتي 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 وحكيتي وحكيتي وعانيتي وهو جاي يمشي، مش فارق معاه كل ده. يعني انا مالي، امشي. فبيمشوا، مش فارق لهم بقى دي مرت بايه، ولا دي عاشت ايه، ولا دي ناقصها ايه. فبطلت اشوف نواقصي واتهيأ يعني احطها في بني ادم. لا، غلط. اكبر غلط عملته في حياتي، اكبر غلط وانا قاعده قدامك دلوقتي، اكبر غلط ان انا خليت الحرمان اللي جوايا عايزاه من شخص. لا، غلط. لو آية جبل اللي قاعدة قدامي دلوقتي قابلت نفسها وهي عندها 7 سنين، ايه النصيحة اللي ممكن تقولها لها؟ نصيحة ممكن أكبر شوية تكون حست بالنضج. يعني مثلا 10، مثلا خلينا نقول 10. أبوس إيدك ما تعمليش فينا كده. أبوس إيدك يعني ما تختاريش، حاولي ما تختاريش غلط. لأني صدماتي في الناس ما كانتش بقى إيه ده أنا اتصدمت، لا، أنا اتخضيت. أنا اتخضيت منهم كلهم. لا، أنا بتخض. يمكن بكون داخلة بكون عارفة ان انا اكيد الشخص ده او البنت دي اكيد فيهم عيوب، او اكيد هيصدموني، او اكيد هيعملوا حاجة. فانا متوقعة. فمن يعني من كتر ما انا حبيت بقى، وبقيت بدي الحاجات النواقص اللي فيا في شخص على هيئة شخص، فبقيت برضو بتخض. فما بتعلمش، فما فيش، مع اني بحفز نفسي من البداية. لا، ما تعمليش كده. لا، خلي بالك. لا، ما ينفعش. لا، حطي عينك في وسط راسك. بلاقي لا، بقع تاني. بس ما اعرفش ده عيب فيا ولا في الناس، ما اعرفش، مش قادره احدد بالظبط. بس باخدهم على هيئه دروس. مفيش حد دخل على حياتي وطلع منها الا لما بصمه. ان شاء الله لما يجي بعدي يعني بيحصل مواقف عكس بقى، فبقى اتعلمت، فبتيجي درس تاني غير الاولاني ملوش علاقه ببعض، فبتعلم برضه. فاهم؟ بس بس فلو كنت اقول لها حاجه، كنت اقول لها ابوس ايدك ما تبهدلناش، والنبي ما تبهدلناش. احنا اتمرمطنا، معلش احنا بنتبهدل بجد. يعني لو توجهي رسالة عتاب مم. لشخص، بنت أو ولد عموما يعني، بس بدون ذكر اسمه، ممكن تقول ايه؟ كنت بقولها من فتره في فيديو. ليه ليه عملت فينا كده؟ فيا ليه؟ شفت مني ايه وحش عشان تعملوا فيا كده؟ بلاش تعملوا فيا كده. بس مش فاكرة ان انا اذيت حد خالص. ما اذيتش حد نهائي في حياتي خالص. فليه؟ ليه؟ ما احنا كان ممكن نبقى حلوين كويسين ومكملين. فليه؟ يعني انا بشوف نفسي ان انا اضعف مني اذي حد او اجرح حد. فليه؟ ومش شخص مثلا هنقول معروفة. انا مش شخص بشوف نفسي على حد لما بتشهر. في ناس كتير قوي بتعمل كده، انا مش كده. مثل ابسط المثال. فليه بقى؟ احنا كنا كويسين، ما كانش في اي حاجة. كان ممكن حبة تغييرات صغيرة نبقى في حتة احسن. ف ليه؟ تشوفي عموما ان السوشيال ميديا او الشهرة عموما بتجيب صحاب حقيقيين ولا لا؟ لا. ما لا، قابلتش حد خالص؟ اتعايرت من صحابي.
آه اتقال لي انتي شهرتك ايه؟ ده انتي شهرة ايه؟ ده انتي بتجري ورا حد مش شايفك. اختي مفروض أنا ما بجريش ورا حد، بس واتعايرت بالتعليم. انت مش مكملة تعليمك، فيها ايه؟ ايه المشكلة؟ ففي ناس بتاخدها صعبانة بقى، ده انت بتصعباني على الناس مش انت. لا، لو انا حد شاف انا شفت ايه في حياتي، دايما بقول ان انا لو كتبت قصة حياتي اجدع شنب هيعيط. مم. فتفاصيل بقى تانية خالص بقى. فليه؟ لا. عندي كام شخص على السوشيال ميديا، على خارج السوشيال ميديا سوري، هم بس اللي معايا، هم بس اللي بحتاجهم بلاقيهم، هم بس. لكن لا، ما عرفتش حد على السوشيال ميديا اقول عليها اختي صاحبتي، لا لسه. مم. بس لسه بعرف، لسه هقابل. بس بقيت ما بتقبلش عيب اللي قدامي. لو حد غلط فيا انا هجري دلوقتي باي. اتعلمت في الصحاب بالذات ان انا مش مجبرة افضل في مكان مش محبوبة فيه، او انت هنا عشان حاجة معينة. ايه هي؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف. انت هنا ليه؟ ما اعرفش. فبجري بقى اول ما بشوف لقطة مش كويسة بتلاقيني باي، مفيش. عشان استحملت، يعني انا اوريدي استحملتهم، اوريدي عديت، اوريدي عشت، اوريدي سمعت. فكانت اخر لقطة اللي انا حكيت فيها دي، لا لا. انت بتسامحي بسهولة ولا لا؟ على حسب، على حسب ايه اللي حصل. ما تجيش تحط سكينة في قلبي وتقولي سامحيني. ما ما تجيش تبقى عايز تشوه صورتي لمجرد ان في 3 بيحبوني وتقولي سامحيني. لا، مش بسامح. يعني ممكن ابقى مش عارفة انساهم عشان انا كنت بحبهم، بس اسامح دي يعني عندي اسامح دي ارجع اتكلم وارجع صاحبتك وارجع بنتعامل عادي وبقلبي وبروحي وفي ظهرك. دي عندي انا كده هسامح. فلا، انا بتقفل، ما بعرفش اتعامل تاني، مش قادرة تاني، مش عايزة تاني، مش هعرف ليه اخش تاني في دايرة فيها نفاق. ليه اخش تاني في دايرة ناس ما بيحبونيش زي ما انا بحبهم؟ لا. فلا، اسمها بتقفل. ممكن اكون بسامح، بس هسامحك، بس مش هرجع معاك تاني. لو جبت لي نجمة من السما مش هرجع معاك تاني، خلاص. طب البني ادم بيتعلم من اخطائه؟ لا. زي اللي خان مثلا، لا هيخون تاني. فصاحبي اللي ضربني في ظهري هيضربني تاني عشان انا عديت. فلا، لا، مش عايزة. من شوية قلت لي لو حياتي كتاب هيبقى مليان، لو قلت لي حطي لي عنوان للكتاب ده ممكن يبقى اسمه ايه؟ الفقد. الفقد. مم. طول حياتي زي ما قلت لك انا بدور على حاجات ناقصاني. فانا هبقى بعلم الدرس في الكتاب ده ان انا محدش يدور في حد على حاجة ناقصاه. لا، خلاص. انت اهلك ما بتختارهمش، ولا نصيبك في الدنيا بتختاره. فلا، اسميه الفقد. مم. الفقد بالنسبة لك ايه؟ الفقد
عشان بس هو مش مربوط مثلًا بيكون بموت، هو ممكن يكون بشخص كان معاك فارق، فمش مربوط فقد ده بموت، عشان الناس بتاخدها بحتة فقد دي بموت، لأ مش لأ شرط. مش موت، لأ إمم. مش موت. الفقد ده يعني أنت فقدت حاجة في حياتك أنت مش هتعرف تعوّضها تاني، زي الأب، ده مش أبسط مثال، ده هو رأس السؤال، ممكن يكون أول عنوان في الكتاب، اهم. الأب. لمّا بُص، أنت غصبٍ عنك بتتحرم من حاجات بسبب الأهل، ما بيكونش مثلًا عندك أخ، فأنا حاسس إن أنا محتاج ده، فأنا بتروح تصاحب حد وتقول أخويا، بس هو ممكن ما يكونش أخوك، مش هيعاملك زي أخوك بجد، فاهمني؟ فأنت لمّا أنا أفقد بابايا وأنا بنت وأشوف كل حاجة في الحياة وأبقى عايشاها بطولي حرفيًا، فده أصعب حاجة أنا فقدتها في الدنيا، الأب. ما فيش. عارف يعني إيه أب؟ يعني سند، يعني دعم، يعني في ضهرك، يعني معاك، يعني مثلًا أبسط حاجة بتيجي في بالي يوم جوازي مين هيحط إيده؟ أبسط حاجة آمم، هو لمّا ييجي يتكلم هيتكلم مع مين؟ فاهم؟ ففي أفراح أغنية كده بتيجي معيّنة باموت، باموت ساعتها. إمم. فالأب هو رأس السؤال. على فكرة في ناس أنا وغيري في ناس كتير أوي لمّا بيكون باباها معاها ما بتكونش ناقصها حاجة معيّنة، مش ناقصها حنيّة، مش ناقصها أمان، مش ناقصها حاجات كتير أوي، فاهم حاجة؟ إمم. فلأ، الأب ربنا يسامحك. يمكن لو كان بابايا معايا وكويس، حد كويس وحنين عليَّ، كنتش اتبهدلت. لأ. تفتكري آخر مرة شُفتيه إمتى والّا لأ؟ إمم. كان المفروض جه عشان ينفصل هو وماما و وإحنا كنا عند خالتي أنا، فهو ماشي قال لها: "أنا عايز حد من العيال." كان أخويا ده صغنّن أوي، 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 فراحت قالت له: "خُد أي حد، براحتك." وهي كانت عارفة إن إحنا هنمسك فيها عشان إحنا متعلقين بماما أكتر. راحت أخويا قال له: "أنا هاجي معاك." كان طفل صغير مش فاهم حاجة، قال له: "أنا اللي هاجي معاك وأنتِ؟" قُلت له: "لأ، لأ." مش هانسى اليوم ده. اليوم ده كمية الخوف والرعب اللي في الدنيا كلها كانوا جوايا وأنا طفلة. أنا عايزة ماما. بس عدّى سنين، كنت أنا كبرت و و وأخويا كبر شوية، فبابايا اتجوّز تاني، فمراته قالت له: "ودّي ابنك لأمه، هي أولى إن هي تبقى ابنها في حضنها." فجاب لنا بقى أخويا يوسف ده وهو صغير، يعني مش صغير، كان كبر شوية، كان بيقول لي يا طنط يا أبلة، يعني وأنا صغيرة، أنا صغيرة ما فيش فرق سن، لحد ما اتعودنا بقى. ف فيش. عشان كده لما سألتني على طفولة، ده طفولة لو حكيتها من هنا لبكرة مش هنخلص. لا وحشة جدا. تحسّي إن لسه جواكِ طفلة صغيرة نِفْسِك تعيشيها في الأيام الجاية والّا لأ؟ ده أنا يا لهوي جوايا أصغر بنت ممكن تشوفها في حياتها، لسه بتحب حاجات بسيطة أوي، صغيرة مش كبيرة، إمم. فاهم؟ فلسه باحب حاجات ولسه جوايا طفلة كده بتعيش سنها بجد، بجد بتعيش سنها من غير أي حاجة تكون قاسية عليها. أمي دي ربتني أنا وأخويا يوسف إن هي مش بتضربنا، في عقاب والعقاب مش حلو، بس ما فيش ضرب، ممنوع الضرب، في عقاب. العقاب ده
جدع بقى اعمل حاجة غلط، فاهم؟ بس كان هي أحن أم في الدنيا، كفاية إن هي ربتني وربت أخويا لوحدها، مفكرتش تتجوز تاني. أي حد مكانها وده حقها، لا أتجوز عادي، فيها إيه؟ أبسط حقوقي. ومطلقة، لا، خلع بابايا وهي صغيرة، كنا احنا صغيرين وهي صغيرة لسه شباب، ولا عيالي لحد دلوقتي عيالي. بس مبسوطة باللي هي وصلت له دلوقتي ولا؟ جدا جدا. كل اللي هي وصلت له بسببها، بسبب ربنا ثم ماما. دي لو جرى لها حاجة هتشل أو هموت، مفيهاش. فمبسوطة جدا. ماما دي أكتر حد في حياتي شجعني في الدنيا، حابب اللي أنا بعمله. مؤمن إن أنا هبقى حاجة كبيرة عكس ناس كتير قوي. الناس لأ، أمي لأ، كنت دايما بقول عليها عمودي الفقري، ظهري بجد. دي آية ولا حاجة من غيرها، ولا حاجة، ماليش لازمة من غيرها. بس وصفها لي في كلمة واحدة. الجبل الحقيقي، الحقيقي بجد. شافت حاجات كتيرة قوي 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 قوي، تفاصيل كتير بقى، كتير من اخواتها ومن بابايا. شافت كتير ولسه جمل واقف. فاستمديت ده منها لدرجة ان انا بقيت انا الطاقة الايجابية في البيت وفي وسط اي حد. بنسى ان انا متضايقة، بنسى ان انا مهمومة، عشان يعني هي تقوى بيا. انا واقفة على رجلي بسببك، وقت هي متعرفش ان انا اللي واقفة على رجلي بسببها، فاهم؟ خش في موضوع تاني شوية. ايه علاقتك مع الحب؟ اقوم امشي. يا انت عارف مني. مفيش علاقة، مفيش علاقة و... ومش عايزة بجد، لا. يا نهار اسود، انا جاية من سكاكين وبتاع، فاهم؟ جاية من معجنة. لا، مفيش علاقة. انا سنجل دلوقتي ومش حابة حاجة خالص. انا بصل شغلي وطريقي وبس. مش، لا، اتبهدلت تاني. عارف الوقعة بتاعت الهبدة، وقمت نفضت هدومي. هي نص كده، نص الحياة ونص الحب. م-م. اتخطيتي ولا لا؟ اتخطيت ولا لأ؟ اه، اتخطيت وبس. فيا مشكلة كنت لسه بتكلم مع البنات فيها، ان انا ممكن يكون انا اتعمل لي حاجة حلوة قوي وانا شايلها فوق دماغي، ممكن افضل فاكراها قوي 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 قوي، وعمي عيني عن اي حاجة بتحصل. ممكن المفروض ان انت تتضايقي، اتضايقي، اكرهي، ابعد. لا، لا، انا، لا، انا عايزة ده. انا عايزة ده بس. فاتخطيت، شفت حياتي، عارف الفراشة المحبوسة، اول ما كده بقت الفراشة دي شمت نفسها بالصح،
بشغلها. بس شغلي هو كان سلاحي وقتها، اللي خلاني قاعدة قدامك وبقولك إن أنا راضية عن نفسي، حالتي النفسية بنسبة 8-9%. هو شغلي اللي خلاني أقف على رجلي، غير كده كان زماني قاعدة في القوقعة بتاعتي سريري وماسكة علبة المناديل وعينك ما تشوف إلا النور. ممكن تسامحي في الخيانة ولا لا؟ أو مستحيل، مستحيل سامعة؟ مستحيل. بص، أنا عندي إن أنا استحملت حاجات، يعني أو يعني مش أوحش من الخيانة، لأن مفيش أوحش من الخيانة. حاجات محدش يستحملها، بحكم إن أنا هبقى مع ده بعدين، تمام. بس الخيانة لو أنا، استغفر الله العظيم يا رب، مش عارفة لو أنت إيه بالنسبة لي، أقسم بالله أقسم بالله فكرت تخوني، أنت ما جيتش بالنسبة لي. عينك شافت غيري، اتكلمت مع غيري، مش أنا غيورة، بس مش الغيرة دي، مش الغيرة أنا بنطقها دي، اللي أنا بنطقه ده الخيانة. لكن في أريحية شوية، مش هقفل على الشخص قوي قوي قوي. لا بس مفيش بقى اللي هو بنات وبست فريند بتاعتي وانا رايحه اخرج مع اصحابي البنات، وانا ليا بست فريند بنت، وانا المال السيد بيعلم السرقه، وانا متعودتش ان انا ابقى في حياه حد ومجرد ما انا تروح لغيري يرجع انا اسف ما تزعليش مني، خد اسفك واتكل على الله. لا، دمي حر قوي في الخيانه دي. الخيانه دي بالنسبه لي خط احمر، لا ما انا بشوف ان اقبلش. هي ملهاش مبرر اصلا. يعني اي حد، سواء خلي بالك من الراجل او من الست، يعني مش الراجل دايما اللي بيخون، عشان بيبقى فيه خيانه من الراجل او من الست، يعني بتحصل. بشوف ان هي ملهاش مبرر، يعني ملهاش مبرر خالص. مش عايزه اظلم، بس احنا الا القليل احنا ما بنخونش. الا القليل طبعا، ده اكيد، بس فيه، انت فاهمه. بس انا بشوف من وجهه نظري ان هي ملهاش مبرر خالص. فكره انك بتخون، هي خلاص الشخص اللي قدامك ده هو مش مالي عينك اصلا. فالابسط حل، لا انا مش عايز اكمل معاكي واروح اعيش حياتي. أنت فاهمه روح عيش قصدي؟ حياتك براحتك بقى، لكن بعيد عني. لكن هتعيش حياتك وتعرف غيري وغيري وتجيلي اصلا أنا عرفت قيمتك، اصلا انا بحبك. لا، جوايا حاجة كده لا إرادية، لو أنا بعشقك وخنتني اتكل على الله والنعم، لو وقفت على رمش عيني مش شايفاك. فلا، الخيانة عندي خط أحمر. لا. ايه علاقتك بالفلوس؟ يعني إيه؟ يعني علاقتك بيها عامله ازاي؟ تتجنبيها ولا بتحبيها ولا ايه؟ لا مش فاهمة، أنا عايش فاهمني أكتر. علاقتك يعني الفلوس بالنسبه لك ايه طيب؟ يعني بالنسبه لك دي حاجه مهمه وحاجه اساسيه في الحياه، ولا لا عادي موجوده مش موجوده بتأقلم بحس عادي؟ بحس إن أنا دايما بطلب من ربنا الرضا والصحة والستر والفلوس. بحسها آخر حاجة. طول ما أنت عندك صحة وربنا راضي عنك، أقسم بدين الله لا هيجيلك رزق من حيث لا تحتسب. بجد بجد بجد. طول ما ربنا علاقتك مع ربنا كويسة، وطول ما انت ربنا مديك الصحة وسترك، فلوسك هتيجي كده كده هتيجي. ما انت هتستغل صحتك دي في ايه؟ هتستغلها ان انت تجيب فلوس. بس هي دي دعوية لربنا دايما. اول دعوة دايما بتكون ان انا ادعي لامي، بعد كده بقى انا فاهمني. بس اخر دعوة بدعيها الفلوس. لو انت ما عندكش صحة مش هتعرف تجيب فلوس، لو انت عندك صحة هتعرف تجيب مليون، والمليون يبقوا 2 والاتنين يبقوا 3، وزي ما ربنا بقى يفتح لك سكك. بس ما بحبش حد يقف لي في رزقي، يعني يبقى داخل في رزقي، يبقى بيقول لي مثلا بيبص لي فيه لا ما بحبش كده. ما لا، من ابشع الحاجات برضو اللي مريت بيها فيها مع صحابي. بيبصوا في الرزق. مم.
بس رزق بقى في حاجات من تحت لتحت. انت بتاخد كام، انا عايز اخد زيك. انت بيجيلك انا عايز زيك. انت رايح فين؟ ما يلا. يعني الشغل في السوشيال ميديا بيكون انت بتحب حد فبيجيب لك مصدر دخل ورزق، وانت كمان نسبة وتناسب. محدش احسن من حد، لان لو حد احسن، لو حد ما بقاش بيعمل زي ما ده بيعمل هتبقى دي انانية. انت مش عايز نكسب، فان انت افتح لك باب اساعدك فيه، وانت تيجي اسمع لا، مش هعمل ده عشان ده. طب ما انا بعمل ده عشانك عادي. لا. فشفته يعني من صحابي. انا على فكرة انا صاحبت بنات كتير قوي صحابي، وكانت كل شلة يبقى فيها مشكلة، اكمل شوية وادي فرصة واسامح وارجع اندم. لا، طب يلا نمشي بقى احنا بقى، سلام. في ناس بترجع. بصي، في لعبه كروت كده، تمام؟ انا عايزك تفنطي، او انا افنط خالص وانت اسحبي بس ما تبصيش على السؤال. انت فاهم؟ ماشي. انا هقرا السؤال بس ما تبصيش عليه خالص، هو ماشي. يطلع بالصدفه كده. ماشي. اسحبي بقى السؤال اللي انت عايزاه. بسم الله، خلينا من اهل اليمين. اه. هو يمكن انت اتكلمتي فيه بس هسأله لك عادي. ايه اكتر موقف كسر قلبك ومش قادر تنسيه لحد دلوقتي؟ موقف واحد. آه، بابايا برضو، مش بس مش موقف، يعني مش موقف ممكن يكون اليوم اللي جه وخد مننا اخويا على امل ان هو هيجي تاني ويرجعه، ما رجعوش. من يومها ما شفتوش تاني. فهو ده اكتر موقف كسر قلبي. ده اخ تاني غير الصغير لا، ولا هو هو؟ هو مم. هو ده. بس هو ده اكتر موقف علم فيا جدا، لان كنت حاسه ان انا مش هشوف اخويا تاني. وانا كنت انا اللي مربيه يوسف ده. يعني انا اللي هو صغير، ماما كانت بتسيبنا وتنزل السوق، كنت دايما انا بقى اللي كان صغنن قوي، كنت انا بقى اللي اجيب له الاكل واكله وبتاع، واجيب له الرضعه، وماما كانت بتبقى زي مجهزها لي كده واكله، وانا صغيره اصلا، يعني اصلا بقى صغير. بس عارف الصغننين اللي هم قادرين دول. هي تفتكري اسعد لحظه في حياتك لغايه دلوقتي ولا؟ اسعد لحظه. مم. مفيش. أم، بص، مش عارفة. لا، مش عارفة أسعد لحظة في حياتي ايه. بس أسعد لحظة في حياتي ممكن تكون بتمر عليا لما بلاقي آه، البنات بتحبني وبتقف تتصور معايا، وعلى السوشيال ميديا ما بيبقاش فيه انتقادات عليا من البنات كتير، ودايما بيدعموني وكده وبيحبوني. فبحس ان الشخص سمعة وحب الناس. انت ممكن تفضل طول حياتك الناس ما بتحبكش، مفيش قبول. يا ساتر يا رب، كل ما يشوفوك يقولك يا ساتر يا رب، ده ربنا يديم عدم القبول. انا لما بلاقي الناس بقى تقول لي القبول على هيئة شخص، فبفرح قوي بقى، بقول دي نعمة برضو من نعم ربنا عليا، ان انا حد يبص في وشي يقول ان انا هنا بيحبني، وان انا ابقى ماشيه انا كنت جايه هنا، قلت لا محدش يعرفني، انا معروفه هناك. ف لقيت لا، في ناس حبتني وفي ناس شافتني واتصورت معايا وبس كده، وشافني انا واي. اسحبي تاني. مين؟ ايه السر اللي عمرك ما قلتيه لحد قبل كده؟ سر؟ مم. لا، مفيش. هو بلاش سر عشان لو دي حاجه معاكي، ممكن ايه عاده مثلا بتعمليها في يومك محدش يعرفها عنك؟ مش عارفه. لا، مش عارفه، يعني مش مفيش حاجه. مفيش حاجه. مفيش حاجه، لا. حتى مفيش حاجه حاجه. غريبه مثلا، انت فاهمة؟ يعني انا مثلا وانا باكل لازم اشغل فيديو جنبي، وانا نايم لازم اشغل فيديو جنبي. انت يعني في حاجه بتبقى كده، فاهم قصدي؟ ممكن دي. وانا نايمه دايما، وانا باكل بحب اشغل سامح سند. وانا والله وانا نايم برضو كمان الاثنين. تمام، بحب اشغل سامح سند. ولما بحس ان انا زعلانه قوي او في دوشه، بشغل الرقيه الشرعيه.
وبنام بقى ساعتين بقى 3 تعيد نفسها وانا نايم مش شقلب. بس دي حاجتين سامح سند وانا صاحيه وانا باكل، وممكن وانا نايمه. بس عارف الكرتون اللي كان بيبقى على اليوتيوب ده المتكلم؟ لا مش عارف. لا. هو كرتون متكلم كده، بتبقى قصص كرتون بيركبوا عليه الصوت ويتكلم، والنهارده تعالى اقول لك عملت ايه مع سلفتي مش عارفه ايه. انا كنت بنام عليه بقى، وايه قصص كنت بنام على ده برضه. بس لما عرفت سامح سند ايه، بنشوف العجايب. جميل، بحب اسمعه. حلو قوي بصراحه. اسحبي تاني يلا. ايه اكتر موقف محرج حصل لك قدام الناس وخلاكي عايزه الارض تبلعك؟ تبلعني؟ اه. آم، هفتكر. عايزه افتكر. افتكرت. كنتش لسه اتحجبت تمام، وكنت بشعري، فكنت لابسه، كنت رايحه عيد ميلاد، وكنت لابسه ابيض في ابيض ماشي، وطلبت اوبر. حظي العربيه جات لي يلا، مش لطيف، مش احسن حاجه يعني كنوع وكده. فقعدت تمام، جيت انزل اتاري الراجل قبل ما يجيلي كان غسل العربيه. انا بقى عينك ما تشوف الا النور، بقيت عايزه الارض تتشق لابسه ابيض مش جنس بقى، فحم ومي. طب يا جماعه كان معاكم ده ابشع موقف حصل معايا. وحصلت مره تانية في توك توك عندنا، كنت راكبه توك توك طالعه بيه مره، فالراجل بقى كان غسل البتاع، فالشميز بتاعي كان فاتح، كان لونه بيبي بلو كده، فراح الشميز برضو اتبل ماشيه كأني عامله والله العظيم. فده أبشع موقف برضه. بس ده اللقطة اللي أنا يا لهوي نفسي الأرض تشق تبلعني دلوقتي. هي لو هتقولي لنفسك دلوقتي رسالة تكون ليكي للمستقبل، ممكن تكون ايه؟ تكون ليا للمستقبل تاني وتالت، ما تحطيش حاجات كانت ناقصاكي في الماضي في أشخاص جاية هتخش حياتك في المستقبل، وبلاش توافقي على حاجات مش في شخصيتك ان انت توافقي عليها، انت بتوافقي عليها بس عشان انت بتحبي الشخص فبتقبليها. فطول ما انت هتعمي عينك بعدين على عيوب الشخص هيشوف ان هو مفيهوش اي عيوب، وده ربنا ما قالش كده. ف ف فدايما خلي في علاقاتك في الدنيا نسبة وتناسب. انا مش عايزه اديك يعني مش عايزه اديك بلحه تديني نخله، انا عايزه الدنيا 50-50 بجد. مش هلاقي نفسي انا بدي 95 وباخد 5، اعمل بيهم ايه؟ فلا، عايزه الموضوع يبقى نسبه وتناسب. مش عايزه ادور في الناس على حاجات ناقصاني تاني، لاني لما دورت وكانوا بيحاولوا يوهموني ان هم هيعوضوني، هم نتشوا من ايدي اللي انا كنت حاطه فيهم. اهلي كلهم، تخيل انا اهلي كلهم اللي انا مثلا عملوا معانا حاجات وحشه. بابايا ابسط حاجه معتمده بس ان انا عندي اخ كبير، فلا هو الشخص ده. اخت لا هو الشخص ده، مش عارفه ايه. كل حاجه اتحرمت منها حطيتها في جزء في حته واحده، فالحته الواحده دي لما مشيت مفكرتش انا هيحصل لي ايه. فلا، مش هحط ابدا حاجات انا عاوزاها في شخص، لا عادي. انا انا مكمله، انا من وانا صغيره لوحدي ومعايا ماما واخويا يوسف بس، وبقيت انا لوحدي بفضل ربنا وامي، مش بحد خالص. فلا، انا مش هدور على الحرمان في ناس، في شويه بني ادمين هم ماشيين ما بيفكروش اصلا هم هيسيبوا وراهم ايه. ان شاء الله تموتي انا مالي، فاهم؟ فلا، ما بشاعة لا برضه، فاهم؟ انت بتعرفي تعبري عن مشاعرك ولا بتكتمي جواكي اكتر؟ بص هقول لك،
لاصحابي البنات ما بعرفش، فتلاقيني بقى ايه، بجيب هدية، بجيب حاجة، بساعدهم في حاجة، بقف في ظهرهم، بسبورت ليهم في شغلهم في اي حاجة. آية الحقيقية بتبقى حيطة وراك، حيطة. انا في ظهري صاحبتي، انا معاكي تمام، انا معاكي وجنبك لحد ما تبقي كويسة، ولو عايزين اساعدك في اي حاجة يلا نبدأ من الصفر، من ايه بي يلا. في العلاقة كنت عبيطة، يعني كنت بعبر بقى يعني بعبر عن مشاعري بقى، ومشاعري فياضة. خد مشاعر، خد حنية، خد سبورت، خد. قاعدة قدامك دلوقتي وبقول لك ان انا مفيش حد في حياتي انا لوحدي. ففي الحب جدا، فاهم، في الصحاب مش بعرف، عبيطة شوية، ما يعني بس كويسة، كويسة قوي، يعني هدعمك، هساعدك في حاجات تانية من كده، من ورا كده، انا جنبك وفي ظهرك. لكن كل شوية بحب مش بعرف، بخاف الناس تمل، لا فاهم، لا مش بخاف، مش عايزة الناس تجزع مني، بس انا بحب الشخص لحد ما بقى بلاقي نفسي الشخص وحش جدا، يا ماما بجري لامي بقى احكي لها. بس اخر سؤالين. اخر سؤالين، ده الدنيا سهله جدا. نفسك تقولي لمين انا اسفه؟ اقول لمين انا اسفه؟ ليا، ليا انا، عشان انا اديت مساحه وقيمه وفرص، وتغاضيت عن اخطاء وحاجات وحشه لناس ما يستاهلهاش، انا اللي استاهلها. انا كنت بضحي بحاجات كتير قوي تحت مسمى ان انا عايزه اركز هنا، وعايزه هنا يكون احسن، وعايزه هنا يكون اجمل، وعايزه هنا يطلع قدامه، وانسى نفسي خالص. لما فكرت في نفسي، عارف القطر اللي بقيت كده بقى، انا يعني انا اللي جريت، وربنا كرمني ورزقني وبقيت احسن وانجح وحاجات كتير. لكن لما بقيت ما بفكرش في نفسي، ما اتشكرتش برضه في الاخر، فاهم؟ لما ده سلام، لا تعالي، لا فاهم، فما اتشكرتش، فاسفه ليا. بس وصفي لي نفسك في كلمه واحده. كلمه واحده، مش عارف قبل ايه مش عارف لا مش عارف، ممكن بنت الجبل، ممكن حلوة، عشان بحس ان انا جزء من ماما يعني، فهي انا ده يعني، ده بسببها، فانا بنت الجبل، فهي السبب في كل ده. ممكن تسقفوا؟ تسقفوا؟ اتبسطت والله ان انت كنت معايا النهارده. ربنا يخليك. اتمنى ما تزعليش لو كان في اي سؤال ضايقك يعني او كده. لا مفيش اي حاجه، انا اصلا كنت يعني متحمسه قوي ان انا اجي، عشان عايزه اعرف الناس جزء فيا مش بعرف اقوله، يعني عايزه اتكلم فيه، عايزه اقول انا ايه، او انا مريت بربع ايه مثلا. انت في حاجه نفسك تقوليها تاني او لا؟ لا او بس كان نفسك اسالك سؤال مثلا معين؟ لا مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، انا بس بتمنى من الناس او إن اي بشر في الدنيا ان بلاش الخضه، فاهم يعني، بلاش الخضه اللي هي بيخضها لنا في الاخر. ما احنا ممكن نبين عيوبنا في الاول بدل ما نتخض، لان انا شخص من الناس زي ما قلت لك، انا بتخض مش بتصدم، انا بتخض من الناس. بس فبلاش تخضوني يا جماعه بجد، يعني ما حدش عمل فيكم حاجه وحشه عشان تعملوا كده. بس مفيش اي حاجه تانية عايز تقوليها خالص؟ لا مفيش حاجه. انت عايز تسال حاجه؟ لا انا معاك يعني، لو انت عايز تسال حاجه اقسم بالله معاك. لا انا خلاص والله. خلاص انت اهم حاجه الاسئله كلها تمام ومفيش حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. الحلقه عجبتك اهم حاجه؟ جدا والله. تمام.